يا جماعة السوشيال ميديا ولعت بالكامل بعد آخر ظهور للفنانة إليسا، والسبب مو أغنية جديدة ولا حفلة ضخمة. السبب كان ظهورها بدون فيلر وبدون مكياج تقريباً. الفيديو انتشر بسرعة خرافية، والناس انقسمت بين يلي قال إنه إليسا طبيعية وحلوة مثل ما هي، وبين ناس تفاجأت كتير من شكلها الحقيقي بعيد عن الفلاتر والإضاءة القوية يلي متعودين يشوفوها فيها. والغريب إنه إليسا كانت طالعة بكل عفوية، قاعدة وتحكي مع الجمهور بطريقة طبيعية جداً، وكأنها مو مهتمة أبداً بكل التعليقات يلي ممكن تطلع بعدها. بس أكيد مثل كل مرة التعليقات ما رح ترحم. في ناس قالت أخيراً شفنا المشاهير على حقيقتهم، وناس تانية قالت إنه الفلاتر غيرت شكل الفنانين بشكل كبير لدرجة إنه الجمهور صار ينصدم لما يشوفهم بالحقيقة. بس بنفس الوقت كتير متابعين دافعوا عن إليسا وقالوا إنه أي إنسانة بالعالم مو لازم تكون كاملة 24 ساعة، خصوصاً إنه الكاميرات الحديثة والفلاتر صارت تغير الملامح بشكل مبالغ فيه. وفي تعليق انتشر بشكل كبير قال حتى بدون مكياج إليسا عندها كاريزما ما بتتكرر. وبصراحة